تعرفين من خلال الكلام حسيت بايه؟ ان فعلا المساله طرديه بين البنت وامها. يعني البنت ما تستأمنش حد على سرها غير امها، والام ما بتستأمنش حد الا بنتها. والله عن تجربه، حتى في اخوات ما يؤتمنوش على سرك. يعني بيبقى اختك جدا ما تعرفيش بكره تتغير تتجوز واحد يقلبها عليكي. معقوله يا مروه انا شفت، انا لا ربنا يخلي لي اخواتي، ما يعني قلبي، يعني احنا بنخاف على بعض جدا. حتى انا عندي اختي مروه الصغيره دايما تقول لي يا ابله يا من فضلك لسانك اسرارك احنا هم موجودين. انا بقول لهم، بس انا دايما كتير قوي في حياتي بصراحه اتصدمت صدمات غير طبيعيه. كل مره امن لصديقه زي كده واقول ايه دي هي دي. ليه زي يعني يعني لا قصدي يعني انت اديتي مثل. احنا اسفين يا نهى. لا يا نهى يا حبيبتي ربنا يخليكم لبعض. بس في الاخر باخد لا ولا كلكم بقى لو اديتي سرك لجوزك دي مشكله، ده غلط. ها دي نصيحتي بقى ليكم بالخبره. ايوه قولي لنا بقى. اوعي تدي سرك لجوزك ابدا. ليه؟ ده شريك حياتك، ازاي ما تديلوش سري؟ ما هو ممكن ما يبقاش شريك حياتك في لحظه. حلو جدا، ربنا يا رب يهدي سلوكه، بس ممكن شريك حياتك ده في لحظه ما يبقاش شريك حياتك. وفي الخناقات بقى بيبتدي. طب يا جماعه الخناقات بقى يفرشني بقى بس ثانيه، ما كل حاجه ممكن تتغير في لحظه. احنا ليه دايما يقول لك ايه تفاءلوا بالخير تجدوه؟ انت كده بتخوفي الستات. لا ليهم حق ان هم يخافوا. لا ليهم حق ان هم يخافوا. اي بنت في الدنيا او اي ست لسه متعرفه على شاب جديد، لا لسه متعرفه، كنت اعرف وكنت بحبه وكنت بعمل وكنت لا انت بتتكلمي قبل ما يتجوزوا ولا بعد ما اتجوزوا؟ بصي من فتره التعارف يعني من فتره التعارف. لا انا افتكرت بعد الجواز وبعد الجواز اكتر كمان من الفتره. يعني احنا كده متفقين يا جماعه. احنا لينا قاعده بعد الجواز. خليكي صادقه معاه، ما تخونيش، ما تكدبيش، ما تبيعيش. احنا مختلفين. طب انا هقول لكم على حاجه جميله. بصي ما تكدبيش وتغيري الحقيقه، بس ما تقوليش. احنا وانس هو عارف في حد معاه سر معانا يبقى يا ساره